يسعد مساكن وأهلا وسهلا فيكم بوصفتنا الجديدة لليوم. اليوم حنعمل سوا المحاشي الكوسة والباذنجان وورق العنب. خلونا نبلش. وهيدي الكوسة والباذنجان عندي غسلتن كتير منيح ونضفتن وقصيت الراس من تحت والراس اللي بيكون من فوق على الكوساية. في طريقتين فينا ننقر فيهن الكوسة. هلأ في هيدي النقارة الكوسة اللي كتير عم يستعملوها، السهلة السريعة، بتشيل كل اللب وبترجع فيكم تستعملوا التانية وتشيلوا كل الزوايد. ليكوا بأي طريقة أنا عم عير الكوساية بهيدي الطريقة، بحطها لفوق بحط إصبعي على المنقرة ومطرح ما عطاني الحدود المنقرة فوت فيها الكوسة وما فوتها أكتر من هيك. بهيدي الطريقة بضمن إنه أنا ما أكسر الكوسة يلي عندي، وبنقرم بهيدا الشكل وبطلع كل اللب اللي عندي بقلبها. هيدي الطريقة اللي أنا بستخدمها. شفتوا كيف بطل فيه شي بقلبها. هلا حأرجيكم هيدي نقارة الكوسة الجديدة، سهلة وسريعة، بتستخدموها وبتشيلوا كل اللب على مهلكم، بتفوتوها وبتسحبوا كل اللب اللي بيكون بقلبها. وأكيد بنرجع بننظف بنقارة الكوسة العادية وبنشيل كل اللي موجود بقلب الكوسة، وبتصير مثل ما شايفين فاضية وكتير نظيفة وبدون ما نكسر أي قطعة من اللي عنا. وهلأ الباذنجان مثل ما شايفين نفس الطريقة. أنا الباذنجان ما بمده أو بحاول إنه خليه يصير طري، بحب إني أنقره هو وقاسي لأنه بينشال اللب معي بسهولة أكتر. أرجيتكم الطريقتين كيف فيكم تستعملوا النقارة السريعة اللي بيستعملوها هلأ، وأكيد المنقرة الكوسة العادية للكل بيستعملها. بهيدي الطريقة نظفت كل الموجود بقلب الباذنجان وحأرجيكم كذا حبة. هلأ مثل ما شايفين منشيل كل اللب اللي بقلب الباذنجان وبتصير عندي فاضية وكتير نظيفة. أنا كتير بحب أعملهم رقاق. من بعد ما نخلص نقر الكوسة والباذنجان حنبلش على طنجرة على النار. أنا مقطعة كذا شقفة لية، بقلبهم كتير منيح وبتوبهم، وزدت فوقهم عظم الغنم بيعطوا نكهة كتير رائعة على طبختنا، وبقلبهم كتير منيح. هلأ حنبلش نجهز الحشوة. استعملت 4 كبايات من الرز المصري، نقعته قبل بنص ساعة، وفوقهم نص كيلو من اللحمة المفرومة الغنم، وضفت فوقهم معلقة كبيرة من الفليفل المطبوخة أو دبس الفليفلة أكيد إذا متواجدة عندكم، شوي صغيرة من زيت القلي ومعلقتين كبار من السمنة. دوبتهم منيح على النار ورجعت ضفتهم على الحشوة. هلأ عم حط معلقة صغيرة من البهار الحلو، ورش صغير كتير من القرفة الناعمة، رشة فليفلة خشنة أو بابريكا إذا موجودة، ومعلقة ونص وسط من بهار الأسود، والملح حسب الرغبة. أنا حطيت هون معلقة ونص وسط من الملح ومعلقة كبيرة من الصلصة بقلب الحشوة، وبنخلطهم على مهلنا، مش منفرطهم فرط، على مهلنا بهيدي الطريقة. ومثل ما شايفين هون الحشوة صارت عنا جاهزة. من بعد ما جهزت الحشوة هلأ أنا هون كنت سلقة ورق عنب، بدي أعمل معهم شوية ورق عنب بالطنجرة، طلعوا كتير طيبين. وحبلش أحشي الكوسة والباذنجان بهيدا الشكل. منحشي الكوساية من فرفة الرز واللحمة نحن وعم ندخلهم بقلب الكوسة مثل ما شايفين كيف عم بضرب على الكوساية لينزل الرز واللحمة لتحت، ما منتحشون بقلبها. ومنحاول قد ما فينا الكوسة تضلها من برا نظيفة كرمال ما يكون الزوم في بقلبه رز ولحمة. هلا بأجيكم كمان كيف منحط إصبعنا بقلب الكوساية ومنعير قديش لازم يكون في فراغ. منحرك الكوسة بهيدي الطريقة، ما منتحش الرز لجوا. لاحظتوا هالقد منعير، هيدي لازم يكون فيها فراغ، ما في بقلبها
رز بالمرة، لأنه الرز بده ينفش لما ينطبخ، وما بدنا الكوسة تنفجر والحشوة تطلع لبرا. بنفس الطريقة بنحشي الباذنجان، بس الباذنجان ما بنطرقه، بنحركه بإيدينا يمين شمال كرمال تنزل الحشوة لتحت. وهلأ بدنا نبلش نحشي ورق العنب. نحاول قد ما فينا ما نكتر حشوة بالورق العريش، ومنلفهم بهيدا الشكل. من بعد ما خلص لف ورق العنب بغسل كتير منيح الخيطان اللي حاربطهم فيهم، بعملن عندي رزمات. هلا بأرجيكم كيف بتطلع مثل الرزمات، ومنحطهم بأرض الطنجرة. مثل ما شايفين ربطتن وعملتن رزمات عندي، وبلشت حطهم بأرض الطنجرة، وبرجع بحط فوقهم الباذنجان والكوسة. فيكن تحطوهم بالشكل اللي انتو بتحبوه وبالترتيب اللي انتو بتحبوه. نحنا بنعملها بدون نعناع وثوم، نحنا بنحبها بس بصلصة والبهار الأسود، وبدون لا نعناع ولا ثوم. فيكن انتو تحبوا كيف بتحبوها تعملوها، وبالطريقة اللي انتو بدكن اياها. هلأ عم حضر المرقة. حطيت عندي مي و3 معالق كبار من الصلصة، وضفت فوقهم معلقة وسط من البهار الأسود، والملح حسب الرغبة. أنا ضفت هون معلقة ونص وسط من الملح، وبحركن كتير منيح. وبحط بالطنجرة عندي صحنين من القزاز لغطيهم بهيدا الشكل، وبرجع بضيف فوقهم الزوم والمرقة اللي أنا جهزتها. بتشوفوا قديش ترجعوا بتحتاجوا من المرقة لتغطي الطبخة بتضيفوا. أنا احتجت رجعت زيادة، حطيت عندي كمان مي ومع معلقة من الصلصة. ما كترت صلصة لأنه أصلا حاطة صلصة قبل أنا. وبتركن على النار. أخدوا معي هون على النار لمدة ساعة ونص، وكانوا جاهزين. وكانت الطبخة بتجنن كتير طيبة، والمرقة مثل ما شايفين معقدة بهيدا الشكل. ليكوا كيف عم تغلي. طلعوا الزوم ما في بقلبه ولا حبة رز فارطة، ولا حتى الكوسة في عندي ولا وحدة منهم لا منفجرة ولا مكسرة. ليكوا شكلهم بيشهي كتير، طلعوا طيبين. طبخة طلعت كتير 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 طيبة، والزوم طلع معقد ومنه تقيل، ومن البهار أبدا منه زيادة. ليكوا بهذا الشكل. هلأ عم شيلهم من الطنجرة وعم حطهم عندي بالبايركس كرمال شيلهم من الزوم. طلعوا الرز لفوق واصل من قلب الباذنجان من قلب الكوسة، ومش طالع منها لبرا أبدا. هلأ حطيت المرقة عندي بقلب الجار، والكوسة والباذنجان حطيتهم عندي بالبايركس، وورق العنب صاروا جاهزين. طعمتهم ولا أروع. إن شاء الله تكون اليوم الوصفة عجبتكم. بتمنى إذا عجبتكم تعملوا لايك وتعطوني رأيكم بالكومنتات، وما تنسوا إذا حبيتوا وصفاتي تعملوا سبسكرايب للشانل وتضلكن متابعيني. باي.